بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صل على حبيبك محمد، اعمل اللايك، الاشتراك في القناة. موضوع مش هياخد من حضرتك ثانية بالظبط، ثانية بالظبط. تعالى نخش في موضوعاتنا على طول. الزمالك، الزمالك وبيراميدز. بس قبل ما نخش في الزمالك وبيراميدز والكلام ده كله، أهم حاجة أوصي نفسي أو أذكركم وأذكر نفسي أولا: حرك لسانك دايما بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يعني دايما كده نحرك لساننا ونصلي على حبيبنا محمد. تعالى بقى نخش في موضوعاتنا على طول. تعالى نخش في موضوعاتنا على طول. الزمالك وبيراميدز. الاعلام بقى الاهلاوي كله شغال، مش عايز اقول لك. هنا حتحوت بالمناسبه وقفوه 21 يوم وغرموا قناه مودرن MTV دي 100,000 جنيه تقريبا. قال لك الاهلي للتربيه والتعليم، ولجان الاهلي فرحانه قوي بالخبر ده. طب هو هنا هتحط عليه؟ طب ما عضو مجلس اداره الاهلي اللي مديله المعلومات. يعني ايه بيضربوا في بعض. فالراجل قال: واتوقع ايقاف مدحت شلبي. انا بقولها لك على بلاطه اهو. انا اتوقع ايقاف مدحت شلبي. ليه؟ بعد الكلام اللي قاله وما قالش يعني. والراجل بيقول حقيقة. هم مش عايزين الحقيقة، هم عايزين المطبلاتي اللي زي محمد شبانة كده، اللي زي سيف زاهر، اللي زي ابراهيم فايق، اللي زي ابراهيم عبد الجواد، اللي زي سام صالح، مهيب عبد الهادي، احمد شوبير. هم بيحبوا دول. انما هتوجع الاهلي وهتقول حقيقة، هتقول حقيقة كده هتوجع. لا كده انت هتخرج عن النص. طالما هتقول الحقيقة، هم مش عايزين الحقيقة، هم عايزين اللي يطبل في صح في غلط طبل. فمدحت شلبي قال لك امام عاشور ومش عارف ايه وشتم صالح سليم الله يرحمه، وشتم مش عارف ايه، وشتم رموز الاهلي كلها، وراح تعاقدوا معاه وضد دي ضد مبادئ. هو مدحت شلبي قال غير كده؟ هيتوقف. انا اتوقع انه هيتوقف، وهتشوف الكلام ده بنفسك زي ما وقفوه المره اللي فاتت لما قال فضيحه عقد كولر. وقفوه. فالايام بينا وهتشوف ده بنفسك. انا بقول لك مدحت شلبي هيتوقف تاني، هيقعد في بيته تاني. طيب سيبك بقى من مدحت شلبي وسيبك من سيف زاهر وهنا حتحوت والكلام ده. خلينا بقى في الزمالك. مباراة الساعة 8، مباراة في غاية الأهمية، مباراة في غاية الأهمية. المباراة دي بتكسب بتفاصيل صغيرة. الأنظار يعني محمد الغازي الحكم، احكم بعدل ربنا. احنا كزمالك عايزين حقنا بس، عايزين حقنا بس. ما تدينيش اكتر من حقي في الماتش ده. ليا ضرب جزاء اديهالي حكام الفار احمد حسام طه والشله دي. فعايزين عداله ان شاء الله باذن الله. عارف قلوب الزملكاويه كلها دم 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 تك تك تك، يعني عماله تدبدب كده وخايفه، لكن ان شاء الله باذن الله. الساعه 10 بعد نهايه المباراه هنفرح كلنا بفوز الزمالك. فوز الزمالك يعني ايه؟ يعني قربت من الدوري بنسبه 85%. اخوان بزيرة ركز. يعني جمهور الزمالك حاطط امل. يعني كلنا ثقة في الله اولا، في الله اولا ثم فيك.
اخوان بزيرة، ناصر منسي الاسطورة غصب عن احمد بلال، عدي الدباغ الفدائي الفلسطيني المحترم، هداف الدوري، جيب جو، ان شاء الله هتكون هداف الدوري. فتوح، فتوح، دي ماتشاتك. عبد الله السعيد انت لاعب كبير. انت لاعب كبير عبد الله السعيد طبعا. محمد شحاتة رمانة خط الوسط. عمر جابر انت خبرة، كابتن الزمالك، بنتايج، راجل. محمد اسماعيل رجولة. قلب الدفاع حسام عبد المجيد، عايزك حديد. مهدي سليمان نمبر 1 في حراس مرمى مصر دلوقتي، احسن حارس في مصر مهدي سليمان، احسن جون في مصر مهدي سليمان هو الاصل. انا بقول لك هو احسن حارس مرمى في مصر دلوقتي مهدي سليمان. انا بتهيالي جبت التشكيله اهو، يعني جبت لك التشكيله بصوره تانية. كل لاعب بقول له كلمتين حماس، نفسي جمهور الزمالك يعمل كده. توقعاتك طبعا حطها في تعليق، وحمس لعيبتك، ادفع لعيبتك، خليك سبورت في ظهر لعيبتك، وان شاء الله 90 دقيقة تخلص المباراة بفوز الزمالك والوصول للنقطة 49 عشان توسع الفارق بينك وبين الاهلي صاحب ال 44 نقطة لخمس نقاط، وبيراميدز 44 نقطة برضه لخمس نقاط بإذن الله. لأن الأهلاوية منتظرين الماتش ده على أحر من الجمر أكتر من الزملكاوية. هو عايزينك تخسر، هو مش عايزينك تتعادل حتى مع بيراميدز، يقول لك لا نخسر. شفت واحد اسمه لعب في الزمالك قبل كده، هاني العجيزي، يقول لك لا انا عايز الزمالك يخسر طبعا عشان الاهلي يرضى عليه. حسن مصطفى اللي لعب فتره في الزمالك وكان في الاهلي لاعب الوسط، يقول لك انا عايز الزمالك يخسر من بيراميدز. ان شاء الله باذن الله الزمالك هيفوز على بيراميدز باذن الله. فجمهور الزمالك خليك سبورت في ظهر لاعيبتك. ممدوح عباس المفاجاه بتاعته قلتها لك، 300 ألف جنيه في إيد كل لاعب في أوضة اللبس. تفوز بماتش النهاردة كل لاعب 300 ألف جنيه. كابتن معتمد جمال ما بيعتمدش حد، ما بيعبرش حد. بإذن الله معتمد جمال يكون سبب في انتصار الزمالك بالدوري وبالكونفدرالية، بالدوري وبالكونفدرالية. ربنا في الأول ثم معتمد جمال واللعيبة وجون إدوارد. تحية لجون إدوارد، قافل قافل كويس جدا. احنا مركزين بس في ماتشاتنا، بص في ورقتك زي ما سيف زاهر بيقول. فبإذن الله كلنا ثقة في الله أولا ثم في اللعيبة الأبطال هيفرحونا النهاردة بالفوز على بيراميدز، على بيراميدز. الاتحاد الأفريقي زي ما قلت لك هيصدر العقوبة النهاردة، لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي بمعاقبة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك أسف. احنا لا يهمنا اتحاد العاصمة لأنه اللي هيقابلنا في الكونفدرالية. فالنهاردة هنعرف العقوبة. ده بالنسبة للكونفدرالية، هنتكلم عن الكونفدرالية كتير بس مش وقته. احنا دلوقتي في ماتش مهم الزمالك وبيراميدز النهارده. تعالى بقى لمفاجأة مدوية، مش هما
جابوا ابراهيم عادل. انا بقول لك ابراهيم عادل خلاص. الاهلي بيجري بايديه واسنانه دلوقتي ورا جوزيه جوميز، مدرب الفتح السعودي ومدرب الزمالك السابق. قال لك يا عم احنا جبنا تروب فاشل ميكانيكي، ريبيرو ميكانيكي، كولر سباك، فقال لك لا نجيب ايه؟ جوميز. جوميز كان مبدع مع الزمالك. وياسين منصور بقى شغال على جوميز. جوميز يوافق؟ يوافق. ما يوافقش ليه؟ هيوافق. يقول لك انا اهم حاجه عندي الفلوس. هم دايما باصين لطبق الزمالك، اي حاجه من ريحه الزمالك بيحبوها، بيحبوها قوي. خدوا جوميز، هيجيب لكم كاس العالم يعني، خدوه. هديه بقى من الاهلي غير متوقعه للزمالك. ركز معايا، ركز معايا. هديه غير متوقعه من بيراميدز، من الاهلي للزمالك. ايه هي الهديه دي؟ سمعني الصلاه على الحبيب محمد الاول. سمعني الصلاه على الحبيب محمد. اشرف بن شرقي قلب الترابيزه، يقولوا له مش عارف ايه، هات لنا العرض مين؟ طب جدد تجديد ايه؟ انا ماشي فري، انتوا بالسلامه كده. هم جابوا ابراهيم عادل، فبدات الاخبار تتسرب، يقول لك وشوبير طالع النهارده على الراديو، شفت له مقطع كده، يقول لك طالما ابراهيم عادل جاي الاهلي يبقى اشرف بن شرقي ماشي من الاهلي على طول. ومش اشرف بن شرقي وحياتك لوحده، في اتنين تلاته كمان مهمين جدا في الاهلي. فاشرف بن شرقي يا زملكاوي وهترجع الايام تاني بن شرقي والزمالك. بقولها لك على بلاطه وش. رايك في انضمام بن شرقي؟ وهيبقى فري مجانا، تدفع راتبه فقط. هو جاي له عرض من الوداد المغربي، كارترون عايزه في الوداد، كارترون بيدرب الوداد، كارترون عارف امكانيات بن شرقي، وجاي له عرض من الدوري القطري. في عرضين، وبن شرقي لعيب كبير. واحد هيقول لي يا عم ده كبر، ده شطب، ده مش عارف ايه. يا عم هو مش راكب على الترس مع الاهلي. وبعدين هو الواد مخنوق، نفسه مسدوده اصلا. فبن شرقي انا بقولها لك اهو، في حسابات الزمالك بقوه، بقوه. خلاص. طيب ده واحد. مصطفى محمد، انا بقولها لك على مسؤوليتي وسجلها ورايا. مصطفى محمد لن يلعب للاهلي، ورجع الدوري المصري وساب الاحتراف في اوروبا، هيجي الزمالك. وممدوح عباس قال باي تمن هخلص الصفقه دي، صفقه مصطفى محمد ارجعه تاني للزمالك. خلاص، الموضوع خلصان كده، خلصان بتهيالي يعني. استنونا بقى في فيديو بعد ماتش الزمالك وبيراميدز، وان شاء الله نكون منتصرين باذن الله. قولوا يا رب. واوعى تنسى صلي على حبيبك محمد، واكثر من الصلاة على الحبيب محمد. النهارده الخميس ليلة الجمعة. السلام عليكم.